اوعى تقع في الاخطاء دي لانها هتوقفك عن التمرين. اول غلطه معانا وهي شيل الاوزان التقيله فوق طاقتنا بحبه حلوين. شيل الاوزان التقيله والله ما مقياس ان انت هتعمل عضل اسرع، بل بالعكس، انت لو اتغبيت على نفسك في التمرين انت ممكن تتصاب وبكده تقعد من التمرين خالص وما تتمرنش. طيب وايه الحل؟ الحل ان انت تزود زياده تدريجيه في التمرين، واحده واحده وبشويش على نفسك كده خالص وانت بتتمرن، لان انت مش في نهايه الشهر هتطلع على مسرح. تتمرن لصحتك وبتتمرن لان جسمك يبقى شكله حلو مش مليان اصابات. تاني غلطه برضو بشوفها كتير في مجال التدريب او في الجيمات كلها، وهي ان البني ادم مش بيسخن كويس، وتقريبا مش بيسخن خالص. التسخين ضروري ومهم جدا قبل ما تتمرن اي حاجه، لان من غير التسخين انت عرضه للاصابه. وعايز اقول لك على حاجه، ان اصابات المفاصل فعلا مؤلمه بشكل رزل وبتطول معاك لفتره كبيره. حاول بقدر الامكان تسخن كويس عشان تبعد عن الاصابه. ثالث حاجه ان انت بتعمل اداء حركي غلط، وده بيبقى جاي من الوزن التقيل وعدم التسخين. ان انت تعمل حركه غلط فده ممكن يسبب اصابه برضو على المدى البعيد. حاول ان انت بقدر الامكان تلعب بالوزن اللي انت قادر تشيله، وتلعب المدى الحركي كامل، تنزل للاخر تستريتش وبعد كده تطلع لفوق، وده هنا المهم جدا في اي تمرين. من هنا تقدر توصل للفشل العضلي وانت مرتاح. وبس كده، دول كانوا 3 اخطاء حاول تاخد بالك منهم، لان لو فعلا انت اتصبت هتوقف تمرين. وبس كده، سلام.